الناس بيحرقوا البلد ليه؟ ليه بنحرق بلدنا؟ الناس مظلومين يا محمود، دي خيانة. عندك حق، الخيانة ما ابتدتش النهارده بس. فاكرين المشهد ده من فيلم الباب المفتوح؟ شايفين عظمة الحوار ما بين الفنان محمود الحديني والفنان الكبير أو الكابتن صالح سليم مع نظرات العظيمة فاتن حمامة. هما بيتكلموا عن حريق القاهرة، طبعا كلامهم كله عمق عن البلد بيحصل فيها في الوقت ده. كمان اتصاب في اليوم ده أكتر من 500 شخص. خليك معايا علشان نكمل الحكاية من إحدى صفحات الجريدة الرسمية. مصر في يوم 26 يناير سنة 1952، حاكم احنا موعودين بيناير ده، استقبلت يوم جديد ضمن سلسلة أحداث عصيبة شهدتها من وقت إلغاء معاهدة 36 مرورا بتوجه الكفاح المسلح ضد المحتل الإنجليزي في منطقة القنال، حرب 48، ثم موقعة أبطال البوليس المصري في مواجهة الاحتلال الإنجليزي واللي وصفها البعض بالمجزرة، واللي أصبحت فيما بعد عيد الشرطة في 25 يناير ابتدى سنة 52 نحتفل بيه لغاية دلوقتي. بس الحدث ده ما عداش مرور الكرام على الشعب المصري، كان فيه غضب كبير من كل قطاعات الشعب على اختلافها، خرجت للشوارع بتعبر عن غضبها من جريمة الاحتلال بحق البوليس المصري في إسماعيلية. تطورت الأحداث وتحولت من مظاهرات إلى حرق وتدمير. الحريق بدايته كان زي ما البعض قال في كازينو الأوبرا، وبعدها امتد لأكتر من مكان. تخيل معايا حجم الدمار اللي وصل لحوالي 700 محل تجاري، في منها مشاهير الماركات التجارية في الوقت ده، شيكوريل وعمر أفندي، ده غير دمار حوالي 13 فندق من فنادق وسط البلد زي شيبرد وغيره، وكمان حوالي 40 دار سينما زي ريفولي وحاجات تانية كتير. الحريق راح ضحيته حوالي 26 شخص، والحقيقة هو الحريق كان يوم 26 وهم قالوا اللي راحوا ضحيته 26، بس الرقم ده الحقيقي مختلف عليه. مين عمل كده؟ مين ليه مصلحة؟ اتفرق دم الحدث الجلل، وبدأت التحقيقات لكنها للأسف ما وصلتش لأي شيء. أما عن التفسيرات اللي كلها اجتهادات وفقا لتحليلات وشهادات فكانت ماشية في خطين ملهمش تالت. الخط الأولاني الإنجليز هم السبب، وده عشان تصاعد موجات العمليات الفدائية ضد قواتهم مع تواطؤ من الملك فاروق وطبعا من اللي بيعاونوه. الخط التاني وهو الأقرب شوية للحقيقة كمان راح إنه البعض اللي قالوا إن الحريق جه عفوي وإنه بعد كده تحول لمدبر، يعني قام الحريق كده من نفسه أو نتيجة أي ظرف وبعدين ناس استغلت ده وركبت عليه. اللي أنا بقوله ده دعمه الأستاذ محمد حسنين هيكل. في ناس طبعا حبت تجامل الاحتلال البريطاني، انتوا عارفين عندنا الناس اللي بتجامل كتير بأنه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لكن الكاتب الصحفي جمال الشرقاوي رد على الكلام ده في كتابه عن حريق القاهرة، واللي استغرب من وجهة النظر دي وقال إن الإنجليز في مصر كان ليهم أدوات زي منظمة خطيرة اسمها إخوان الحرية، حكيم احنا موعودين بكلمة إخوان دي، واللي كان ظاهرها نشاط عادي لكن كان ليها أهداف أخرى. ده مش كلام الكاتب جمال الشرقاوي بس، ده كلام كتير من المؤرخين اللي اتفقوا على إن الاحتلال الإنجليزي حاول قبل حريق القاهرة حرق كنيسة في السويس. انتوا عارفين اللعبة التقليدية، احرق كنيسة، اعمل فتنة طائفية، ولع في البلد، دي متكررة كتير، بس خاب ظنهم زي ما بيخيب كل مرة، وزي ما خاب ظنهم من أول يوم احتلوا في مصر. خليك معايا علشان نكمل أحداث الجريدة الرسمية. عندنا كمان شاهد عيان وكاتب كبير رحل عن دنيانا، هو الكاتب الكبير صلاح عيسى، اللي قال إن حرق كازينو بديعة الشهير في ميدان الأوبرا كان بسبب مظاهرة شعبية، وحصل تراشق بين المشاركين فيها والناس اللي قاعدة في الكازينو، دول ماشيين في الشارع بيتظاهروا استقلال وغيره وبيدوروا على مصر والجلاء، وناس قاعدة على الكازينو شبطوا في بعض
حصلت أعمال عنف تطورت إنه المتظاهرين راحوا مولعين في الكازينو والمبنى كله. طب يا ترى مين السبب في ده كله؟ في رواية السمان والخريف اللي حضراتكم تعرفوها ومن روائعنا القديمة للكاتب الكبير نجيب محفوظ، واللي اتحولت كمان لفيلم مهم من روائع السينما المصرية، اتناول في جزء منها حريق القاهرة والظروف المحيطة بيه، لكن ما وصلش لإجابة على لسان أبطال العمل. بس نقدر نقول إن في جزء ليه علاقة بإن كله بيتهم كله، تصفية حسابات، إشي قوة سياسية، إشي الملك، إشي الإنجليز، إشي حزب الوفد، وقتها كله بيخبط في بعض وبيصفوا حسابات مع بعض. يا سلام على مشهد الموظفين وهم بيسألوا عيسى الدباغ في الفيلم اللي كان بيقوم بدوره الفنان محمود مرسي. المشهد ده كان أقرب للمحاكمة عن إزاي حصل الحريق، وكم سؤال وليه وكذا وعشان إيه ومين اللي عمل، بحكم إن عيسى وقتها كان قيادة كبيرة في الفيلم في وزارة الداخلية وقت ما حصل الحريق. طب وسط كل ده أمال جماعة الإخوان المسلمين فين؟ تعال أقول لك، ما هو بحكم إنها جماعة انتهازية زي ما كلنا عارفين لم تتدخل في أي عمل وطني ضد الاحتلال الإنجليزي، بس بالعكس كانوا كمان سمنة على عسل طول الوقت، وعلاقات وطيدة جمعتهم من أول يوم اتأسست فيه الجماعة، وده بشهادة الإخوان نفسهم إنهم لم يشاركوا في الحياة الوطنية أو الحركة الوطنية ضد الإنجليز، غير إن في مصادر تاريخية اتهمت الجماعة بأنها كانت أداة مهمة في تنفيذ حريق القاهرة. وانتهى الحدث كله بتاع حريق القاهرة بإعلان الأحكام العرفية. ساعتها كان على رأس الوزارة مصطفى باشا النحاس، لكن بعد ما أعلن الأحكام العرفية تم الإطاحة بيه. وفي ناس كتيرة فسرت ده على إنه تنفيذ انتقامي من جانب الملك والإنجليز ضد الوفد. كتب هنا وكتب هناك ودراسات وأحاديث وشهادات تاريخية، لكن التاريخ لغاية دلوقتي ما حسمش مين المتهم ورا حريق القاهرة. لكن الثابت إن كل الأحداث قبل وبعد حريق القاهرة كانت المقدمة اللي أفضت لثورة يوليو 52. دي كانت حكاية من حكايات جريدتنا الرسمية، أرادوها حريق للقاهرة ولكنها كانت قاهرة الحريق. هنا الجريدة الرسمية وباسل عادل.